أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد وباسمكم أيضا. أجدد ترحيبي بضيف حلقتي لهذه الليلة الأستاذ فتح السفياني، الأمين العام المساعد لحزب الرشاد اليمني بمحافظة عمران سابقا. أهلا وسهلا فيك أستاذ فتح. أهلا وسهلا، حياكم الله. حرية الرأي كيف كان يتعامل معكم القيادات داخل؟ أنت كنت نوهت قبل الفاصل إلى أنه لو كنت ما زلت أمين عاما مساعدا في حزب الرشادي ربما لما جئت إلى هذا اللقاء. أنا أعتقد هذه هي ليست في حزب الرشاد فقط، بل حتى في أحزاب غيره. لكن ربما نحن استنسخنا تجربة بعض الأحزاب في هذا المجال. حرية الرأي هو في الواقع يعني مطلوبة، سواء في الأحزاب وفي غير الأحزاب، لكن هناك ضوابط. يعني بمعنى أنك لا تستطيع أنك تشكو مثلا ظلم الحزب أو ربما تتكلم عنه أو ربما تحاول أن تصحح وتعدل. لا أظنها موجودة في كل الأحزاب. كثير من قيادات الأحزاب العريقة كالمؤتمر الشعبي العام أو كتجمع اليمين الإصلاح أو غيره من الأحزاب الأخرى كان ينتقد قياداته في الملأ، ينتقدها في الإعلام، ينتقدها، يحك له ولا يلاقى إلا بالقبول من القيادات على الأقل أمام الرأي العام. لماذا عندكم بالذات أنه في الأخير لا يستطيع؟ هو أنا لا أستطيع أن أقول لك أنه لا يمكن أن تنتقد، تستطيع أن تنتقد، لكن توجهات الحزب تصب في هذا الإطار بحكم أنه حزب ناشئ، وبحكم أننا في مرحلة صعبة، وربما تصريح لأحد القيادات تجني على الجميع، فهم بيحاولوا يوجهوا سياستك أو كلامك في إطار أهداف ورؤى الحزب. لا، أنا لاحظت هذا الشيء فعلا، يعني عندما في خلال، لأن قلت لك التواصل هو ضعيف جدا بين القيادة والفروع. ربما في آخر الشهر، وربما في بعض الأحيان، وفي الأيام الأخيرة حصل الفجوة نعم التي ذكرناها. لكن مهما يكن فيه هناك شيء من حرية الرأي، لكنها إلى حدود. طيب، فيما يخص عمران وبحكم أنكم كنتم في عمران، كيف تعاطيتم مع ما قام به الحوثيون في عمران؟ اعتزلتم الفتنة؟ مشاركتم؟ قضية عمران، أنا أقول لك قضية عمران هي كانت قضية الوطن بكله. لكن الأحزاب السياسية كان دورها ضعيف، ليس الحزب الرشاد فقط. أنا أتكلم عن حزب الرشاد بحكم أنك كنت أحد أعضائه أو قيادتي في المحافظة. أنا أتكلم حزب الرشاد لا يوجد له أي منصب قيادي في المحافظة. لكن بقية الأحزاب ربما شاركت سواء مع هذا أو مع هذا. نعم، لكن ليس بمسمياتها. لم يكن الأحزاب في عمران أي رؤية. هل الرشاد شارك بغير اسم الرشاد؟ نحن صراحة عملنا بالحديث، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لم يكن لنا أي دور في عمران ولا حتى في غير عمران، بحكم أننا بادئين وناشئين ولا حتى كأفراد. يعني كأفراد ربما، لكن لا يحسب موقف الفرد على حزبه. بلغنا أنه تم إيقاف الأمين العام أو رئيس الفرع الأستاذ عبد المنعم البروشي. عودة على ما سبق، يعني أنت قلت في مواقف أفراد، أنا شخصيا في عمران كان لي دور، ويعني في مسألة الوساطة كنت متواجد فيها. ما أردت أنك تضبطها الآن؟ يعني لا يعني أقصد أنا أيضا في عندما وسط بين من عندما محافظ المحافظة أوقف الأمين العام، كنت أنا أحد المتواجدين وذهبنا إلى الأمين العام وقمنا بدورنا، لكننا لم نقم بها قمنا بها كشخصيات. من الذي أوقف يعني هذه قضية حصلت في هو تم إيقاف أمين عام الرشاد؟ لا، أمين عام المحافظة عن طريق المحافظ في قبل سقوط عمران بفترة، قبل حروب عمران. فأقصدك أنا يعني كجهود فردية، لكنها لا تضاف للحزب. وأنا من هنا أوجه رسالة لكثير من إخواني في الفروع، كنت دائما أشوفهم في منشوراتهم إذا حضر مجلس أو حضر لقاء أو حضر عزاء أو حضر عرس أضافها إلى الحزب كمنجزات الحزب. وأعتقد أن هذه الحضور في أن هذه خطوة تحول الأحزاب السياسية التي تنهج هذا النهج إلى منظمة مجتمع مدني. طيب أستاذ فتحي، يعني لا جمعي محلي يقصد. يعني كيف تعاطوا مع من اعتقلوا من حزب الرشاد؟ هذه المسألة الكثير ربما اتهم قيادة حزب الرشاد بأن هنالك علاقة وطيدة بينهم وبين الحوثيون، فيما استنكر البعض الآخرون وقالوا فقط هي ربما قد تكون علاقة مؤتمر الحوار الوطني أو غيرها. لا، علاقة حزب الرشاد بكل شفافية مع الحوثي شأن بقية الأحزاب، لا يختلف عنها في شيء. لكن وهذه مما تحسب للحزب، أنه لا يعتقل أي فرد من أعضاء الحزب الرشاد سواء في صعدة أو في عمران أو في غيرها، ويتم التواصل إلى الهيئة العليا إلا ويبذلون جهدهم. وحصل هذا مع عبد المنعم عندما اعتقل، وغيره من أعضاء الرشاد وأحد الأخوة في صعدة، فهم يبذلون جهودهم في هذا المجال. وأعتقد أن هناك علاقات مثل ما علاقة بقية الأحزاب. ها هم الآن
نحن وأنت هنا وهم يتكلمون في موزمبيق يلتقون، بمعنى أن هناك علاقة. يعني ربما عرضوا الحوار الأخير بس يحضرون فيه، يحضرون حاليا. يعني أنا في قبل أيام قبل أن ينسحب الأحزاب في الفترة الأخيرة هم متواجدون، شأنهم شأن بقية الأحزاب. لكن أعلن أظن حزب الرشاد أنه سيخرج إلى الساحات ولاقى تهديدا من قبل الحوثيين وغيره. هذا الكلام لم يبلغنا، وأنا كما أخبرتك أن القيادة العليا مثل هذه الأمور يعني تحتكرها على فروعها، ربما إذا وجدناها في قنوات الإعلام أو شفناها في مواقع التواصل. كيف يتعاطى أو كيف تعاطيتم أنتم مثلا كفرح في سابقا في موضوع المرأة؟ احنا سمعنا أن في عندكم دائرة المرأة وللمفارقة أو لأعطيك الفائدة في هذا الموضوع أي تفيدك في الأمر، أنه تم عرض لقاء أجري في إحدى القنوات الفضائية مع مقدمة برنامج، فتم نقل هذا البرنامج إلى قناة الحزب الرسمية، فتم طمس المرأة من المقابلة. هذه المسألة أنا سألتها بنفسي للأخ رئيس الحزب في إحدى اللقاءات الخاصة مع الفروع. نعم. وكان من ضمن الأسئلة التي سألتها هذا السؤال، يعني ليس مسألة المرأة فقط، في هناك تناقضات كبيرة جدا يعني في نظري وفي نظر المواطن البسيط، منها هذه يعني هذه أثارت بلبلة عالمية شوي. أنا أقصد طالما وإحنا حزب سياسي وقعنا على مواثيق الأحزاب فيجب أن نأخذ الأحزاب جملة وتفصيلا. طيب يقول لك هذه تتعارض مع الشريعة وأنا حزب إسلامي يطالب بتطبيق الشريعة. ولماذا فتح قسم للمرأة أو دائرة للمرأة؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها ستكون حاضرة وستكون فاعلة. ثم ألم نوقع على حقوق المرأة في مؤتمر الحوار ونشارك في الكوتا ونشارك في التمثيل بنسبة 30%؟ فنحن جزء حزب من الأحزاب التي يجب أن تأخذ المبادئ بما فيها. أنتم كأفراد أو كقيادات يا أستاذ ربما قد تكونوا في الصف الثاني في هذا الحزب، كيف تعاطيتم مع مثل هذه النظريات، مثل هذه الإجراءات، مثل هذه الحوارات التي أنتم تصب في مخالفة أو ترونها أنها تصب في مخالفة شرعية لما ترون بأنه شرعا حتميا وموقفا لا يمكن التنازل عنه؟ هم في الواقع هم أسسوا من ضمن الهيئات في هيئة اسمها الهيئة الشرعية وفي هيئة اسمها الهيئة القضائية. الهيئة الشرعية مهمتها في هذه المسائل، يعني كان يقال أن من أعظم مميزات الحزب أن هناك هيئة شرعية لا توجد في غيرها من الأحزاب. جيد. فكل الأعمال التي تستجد في الساحة تعرض على الهيئة الشرعية، وكل عمل مخالف سواء بين الأفراد أو بين القيادات يحال على اللجنة القضائية. وأنا أتمنى أن تكون هناك لدينا إحصائية بالمسائل التي عرضت على الهيئة الشرعية السؤال يعني أو على الهيئة القضائية، وأتمنى أن ينزلوا فيها منشورات ليس لنا نحن وإنما لمن جاء بعدنا في هذه القضية. أيضا كان هناك قضايا غير هذه القضية، يعني هناك قضايا كان تحس فيها تناقض في قضايا، يعني في قضايا المرأة، سواء في قضايا الحكومة السابقة حكومة باسندو كان له موقف يعني يدافع عنها. نعم. يعني سآتي إلى حكومة الوفاق. نعم، أنا أقصد لك أن كان هناك في كثير من المواقف التي ربما قواعد الحزب وقياداته في الفروع يأخذون على القيادات العليا، وكنت أتمنى أن يكون هناك نشرة تواصل أسبوعيا بمستجدات الحزب برؤى الحزب على أساس يكون الناس على بينة من أمرهم. طيب أستاذ فتح، الآن بعد الخطوة التي أقدم عليها مثلا القيادة العامة في حزب الرشاد، والذي ربما قد أعزيها لما ذكرته سابقا بأنها قد تكون مثلا شحة مالية، هل فعلا ينون على مثلا انتخابات في الفروع كما يزعمون؟ هم يقولون هذا ويعدون الناس بانتخابات الفروع، وأعتقد أنه لا مجال لهم ولا مناص من أن يعيدوا الفروع. نحن الآن نعاني من فراغ دستوري داخل الحزب ما تعاني الدولة من فراغ دستوري، فعليهم أن يعيدوا تشكيل الفروع بأي وجه كان. يمكن شافوكم لا تقدموا ولا تؤخروا زي ربما من الحكومة السابقة فأقالوها. سننتظر ماذا سيفعل. لم تضيفوا للحزب. لا سننتظر من سيأتي بعدنا ماذا سيفعل، وسننتظر من قياداتنا العليا ماذا ستفعل. أنا لا أهضمهم حقهم، فقد كان لهم دور بارز في أيام دماج في التأييد الإعلامي في غيره. نعم. في غيره، لكن مهما يكن لم يكن إلى المستوى المطلوب. لو عدت بك فقط إلى الوراء قليلا وتكلمنا عن حكومة الوفاق، أظن أن كان الرشاد له رؤية فيما تخص حكومة باسندوة أو حكومة الوفاق الوطني. ما الذي جعلهم يتنازلون عن تلك المواقف ثم ينتهجون نهج آخر؟ أنتم كيف تعاطيتم أيضا مع مثل هذه المواقف؟ كيف وضعتم ذلك إلى قواعدكم؟
أنا أعتقد أن كانت رؤية الرشاد فيها حكيمة من وجهة نظري. كانوا يدافعون عن حكومة باسندوة وليس لنا فيها ناقة ولا جمل. لماذا؟ نعم. لأنهم كانوا يقولون إذا سقطت الحكومة بسقوط مفاجئ لن نستطيع أن نعيد الحكومة كما كانت، فكانوا عندهم رؤى في إصلاحها. كانوا يقولون نحن كجماعات إسلامية بشكل عام بما فينا الرشاد ربما نحن أضعف المكونات، ليس لدينا أسلحة، لا نربي شبابنا على العنف، لا نربي شبابنا على يعني نهج فكر معين، لا نشتري السلاح، لا نخزن السلاح، فربما إذا سقطت الدولة وسقط النظام نكون نحن الفئات أشد خسارة. فكان رؤيتهم إصلاح حكومة باسندوة بأي طريقة دون سقوطها، وكانوا يعني أصحاب حكمة في هذا الرأي. وعندما تعاطوا مع الحكومة الكفاءات، تعاطينا مع حكومة الكفاءات بحكم أنكم أعطيتم وزارة أيضا. نحن أعطي وزير بلا وزارة، وزير بلا وزارة، وأعطيت المرأة أكثر مما أعطي حزب الرشاد وغيره من الأحزاب، لكن مهما يكن هي وزير بلا وزارة، وليتها استمرت حتى بلا وزارة. يعني هذا واحد قد يقول أنتم خلاص حبيتم توصلوا إلى مرحلة معينة ويكون لكم سطا ووزارة هو أنا أقول هل هذا هو المكسب؟ لا أنا أقول لك بصدق، إذا عادت الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها الرشاد كحزب ناشئ وبدأ الناس ينظرون إليه الآن كبديل في الساحة، إذا أعاد بناءه على ثوابت وعلى قواعد صلبة ربما يحصل على أكثر. مثل ماذا؟ يعني ما هي الأشياء الذي ربما أنتم وجدتم أنه في تصادم بينكم وتستطيعوا أن تتكلموا فيها إعلاميا، وجدتم أن هنالك في تعديلات يجب أن يقوم بها القيادات معكم أنتم أو مع الفروع بشكل عام داخل الحزب؟ نعم. وداخل الحزب نحن منتظرين إعادة الفروع، لكن نريد إعادة الفروع بناء على النظام الداخلي. نحن عندنا نظام داخلي، نعم. يعني يجب أن نطبق النظام الداخلي داخل الحزب في مسألة التعيينات، في الانتخابات، نعم. في غيرها. هو قانون الأحزاب في الأخير. نعم، نحن على قانون الأحزاب، فعندما نلتزم بقانون يجب أن نمر عليه. هذا يعني بالنسبة للحزب. بالنسبة لعلاقتنا مع القيادة السياسية وغيرها، نحن حزب ونحن مكون أبناء اليمن. لا أقصد كيف تعاطيتم أنتم مع بعض الأشياء التي تنكرون بها أنتم قبل إلغاء الفروع؟ مثل ماذا؟ ما هذا السؤال الذي يعود إليك. هل هنالك فعلا كان أشياء تنكرونها مثل ما ذكرت أنت قبل قليل، الاستنكار من بعض تمرير بعض الأشياء التي كانت تخالف توجه حزب الرشاد كحزب سلفي كما يقال أو حزب إسلامي بشكل عام، مثل الكوتا وكيف مرروا هذا الشيء، مثل عندما طرق موضوع إعلان الشريعة الإسلامية في الدستور وغيرها. هل كنتم لكم احتكاكات بالقيادات العليا لتناقشوا معهم مثل هذه الأمور؟ أما هو كان في الواقع عندنا هيئات لكنها أنا قلت لك لم تفعل. كان عندنا هيئة الشرعية يعني مرت كل هذه الأحداث بدون أن تمر عليها. أنا أتمنى أن تستضيف رئيس الدائرة الشرعية في الحزب وتسأله والله كم من أنا القضايا. لا يمنعني، نحن نوجه للأخوة في حزب الرشاد وللمسؤول الهيئة الشرعية دعوة بأن يحضر هذا البرنامج. وأتمنى وليحتسبها مثل برامج الفتاوى، يحضر إلى هنا ويتكلم عن المسألة التي عرضت عليه وقال فيها بالشرع بما يقربه إلى الله، ومن ثم انعكست على الشارع. أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أقول شيئا في هذا. لكن لم يجري بينكم وبين القيادات العامة كفرع مثلا عمران شيء؟ هم كانوا يقولون في أي مسألة لا تنكرون عليهم في الفترة، حتى وإن يعني مش تنكر، حتى وإن كان عندك شيء من الانتقاد، طبعا عندهم قنوات يقولون ستوصل إلى الجهات العليا ومن ثم ستعود. وكذلك لا أمنعك أستاذ فتح بأن تبقي ما أبقيتموه بينكم أن تبقونه أيضا سرا لا تطلعون به الآخرون. أطلع إلى فاصل قصير وأرجع لك أستاذ فتح. فاصل قصير ثم أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا على قناة رشد الفضائية في برنامجكم بدون مجاملة. حزب الرشاد اليمني أقدم على خطوة كما يقال جريئة بإلغاء فروعه في عموم الجمهورية. هل هي كما يقال هذه الخطوة والإقدام عليها هي لإعادة الهيكلة، أم كما يقول آخرون هي اتفاق أيديولوجي بين الرشاد وبين قيادات الحوثيين لتفريغ الساحة لهم؟ سياسة حزب الرشاد في الحوارات التي تدار حاليا، ما هو موقف حزب الرشاد من المرأة وما دورها في هذا الحزب؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم بشفافية وبصراحة وبدون مجاملة مع ضيف حلقتنا لهذه الليلة الأستاذ
فتح منجد السفياني، الأمين العام المساعد لاتحاد الرشاد بمحافظة عمران سابقا، ورئيس جمعية التوافق الاجتماعي لرعاية النازحين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله. أستاذ فتح، لو حبيت أبدأ معك من كيف بدأ الأستاذ فتح مع حزب الرشاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. دعني في البداية أشكر هذه القناة المباركة وأشكر هذا البرنامج، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكون كما هو العنوان بدون مجاملة. طبعا في البداية قبل أن نتكلم عن ما سألت، نحن في هذه الفترة في حكم الإقالة، أو في حكم أننا أي كلام نقوله لا ينبغي أو ليس بالضرورة أن يكون هو رؤية حزب الرشاد في الظرف الراهن. نعم. طالما هو حزب الرشاد في الظرف الراهن أقال فروعه في عموم المحافظات. طبعا بدايتي كغيري وكثير من أبناء السلفيين أو من فئات السلفيين يعني بشكل خاص، ممن يعني انضم إلى هذا الحزب في بداياته، وكانت موجة عارمة في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي بعد أحداث 2011، أن توجه الإسلاميون كثيرا من فصائلهم إلى العمل السياسي. نعم. فجاء هذا الحزب في وقت كان الناس بحاجة إلى كيان يجمعهم، وكنا نرى أن هذا الحزب ربما يجمع شتات كثير من فصائل العمل السياسي السلفي بالذات. طبعا هم في الأخير غيروا اسم السلفي إلى حزب عام، لكن في البداية كان كثير من الهيئة التأسيسية هم كانوا من سلفيين من كثير من أبناء محافظات الجمهورية اليمنية. فأنشأوا الهيئة التأسيسية وحضرنا فيه وتم تشكيله وتعيين هيئاته، وبدأ العمل في الحزب السياسي كأي حزب يعني في الساحة اليمنية، إلا أنه بعد فترة من الفترات لم يكن قد شكلت فروع، فتحت مكاتب عبارة عن مكاتب تنسيب في أكثر من محافظة. نعم. بفترات متدرجة، وثم بعد ذلك أنشأوا الفروع لمدة 6 أشهر، واستمرت إلى نهاية يناير، ثم صدر قرار من الهيئة العليا بإقالة الفروع والنظر حتى يتم إعادتها إما بطريق انتخابات أو بطريق غيرها. مسألة الإلغاء أنت في المقدمة قلت إلغاء. نعم، سأتيك إليها. إذا كان بداية الأستاذ فتح، يعني حسب ما أعرف الأستاذ فتح كان من طلاب الشيخ مقبل، كان ربما من الأشخاص الذين يرون إلى أن العملية السياسية أو ربما الديمقراطية شيء لا يمكن، كغيره من السلفيين الذين انتموا أيضا إلى هذا الحزب، والذي كانوا سابقا يحرمون الدخول في العملية السياسية أو في الانتخابات أو الديمقراطية بشكل عام. هل فعلا أنه وصلت مرحلة بعد 2011 تغيرت المواقف لديكم أنتم مثلا؟ هو الكلام هذا أعتقد حتى قيادات الرشاد العليا، نعم. يعني الشيخ محمد بن موسى أو الشيخ الحميقاني كان لهم مواقف قوية في تحريم الديمقراطية وهذا السؤال وتجريمها. يعني. لكن في خلال 2011 بعد 2011 عندما جاءت موجة الثورات تغيرت كثير من المفاهيم، ليس في اليمن فحسب بل حتى على مستوى مصر، على مستوى تونس، على غيرها من الدول. بمعنى أنه تحلل المحرم؟ ليس بالضرورة أن يقول تحلل المحرم، لأن مسألة العمل السياسي في كثير من العلماء عبارة عن مسألة اجتهادية، إلا أن العلماء كثير من العلماء يرون أن مخاطرها أكثر من مصالح ومفاسد. نعم، فهم قاسوا هذا المقياس ودخلوا في هذا الإطار، وكنا ممن دخل فيه. طيب أستاذ فتح، تكلمت عن البداية، فكيف كانت الخاتمة أو النهاية أو لا تعدها كذلك يعني؟ طالما البرنامج فهو بدون مجاملة. نعم. فأنا أقولها بدون مجاملة، لم نفرح إذ كنا ولم نحزن إذ بنا، بمعنى لم نكن عندنا يعني شيء فرحة في قلوبنا أن عيننا في هذه المناصب القيادية، ولم نأسف عندما تم إقالتنا. لماذا؟ لأنه ربما ونحن نتمنى للحزب التطور والتقدم أن يصل إلى مصاف الأحزاب المتقدمة، نتمنى للحزب أن يكون عنده رؤية أوسع وأشمل، وإن شاء الله الأيام القادمة ستبين ماذا يريد بهذا العمل. ويعني هنا شيء مهم جدا، وأتمنى أن يصل إلى قيادات الرشاد العليا. إجراء مثل هذا الإجراء الكبير كان يجب أن يستدعى الفروع، لأن إقالة الفروع حتى وإن كان تم تعيينهم بتعيينات من القيادات من الهيئة العليا، الذريعة أنه تم تعيينهم سيعاد انتخابهم، لكن البعض هنا كما وصلني ويذكر الآخرون بأنها عبارة عن صفقة ديرت بين قيادات الرشاد مع قيادات الحوثيين لتفريغ الساحة، والآخرون يقولوا فقط هو الخروج من الإحراج بكي لا يتواجد السلفيين في المناطق التي سيسيطر عليها الحوثيون. أنا أعتقد يعني بقناعتي الخاصة لا هذا ولا ذاك، لعدة أسباب. فضل. السبب الأول أنه تم إقالة جميع الفروع في عموم محافظات الجمهورية، وأعتقد في المحافظات الشرقية والجنوبية. نعم. ليس موجود هذه الصفقة. الأمر الثاني إخلاء الساحة. يعني الحزب الرشاد هو ما زال حزب ناشئ،
واعتقد ليس بالحجم الكبير الذي نقول أنه أخلى الساحة، هو ما زال في بداية الطريق، لكن ربما خروجا من الحرج. قد يكون الأمر آخر، قد يكون الأمر متعلق بأشياء مالية مثلا في الحزب، يعني خصوصا مع الظرف الذي نعيشه. مدعومين يعني قد يكون لا يوجد لديهم المبالغ، ونحن كنا نسمع دائما في اجتماعاتهم أنهم يعانون من شحة في الأموال، العمل السياسي الإسلامي بشكل عام، أو أن لديهم نوايا سنتركها الأيام القادمة، لكن كان الواجب عليهم كقيادة حزب أن يجتمعوا بفروع المحافظات ويبينوا لهم ما هو السبب. كيف تلقيتم أنتم نبأ الإقالة التي لم تعرفوا سببها؟ يعني أقلتم حتى بدون إشعار يعني، وبعدين كمراكز قوى، يعني عندما يكون رئيس الحزب في المحافظة أو مدير الفرع في المحافظة لا أعلم ما هي المسميات الحزبية لديكم، أو الأمين العام أو الأمين المساعد أو المنسق أو إلى غيره، فجأة لا يصلهم خبر إلا عبر الصحف، أو ربما لا يصلهم خبر إلا عبر اتصال من زميل آخر كما حدث معك. هو الواقع في عند انتخاب أو اختيار الهيئات فروع المحافظات أبلغونا أنها لمدة 6 أشهر كفترة تجريبية، وأطالوها إلى شهر 2. هذا كجانب مددوا لكم يعني. نعم، لكن أنا أقول لك بصراحة وبدون مجاملة، ما هي الأعمال التي قامت بها الفروع خلال الفترة الماضية؟ يعني الحزب. أسأل السؤال يعود إليك يا سيدي. نعم، لا أنا أسأل السؤال أوجهه للقيادة ونحن نأخذ السؤال ونوجه لك. إلى الآن ماذا عملتم فعلا في 6 أشهر؟ أنا أقول لك، نحن في محافظة عمران ثم سنأتي عليها، لكن بشكل عام كان التقييم هذه الفترة التي مرت، الآن قادمون على شيء اسمه التقييم الكوادر التي في المحافظات. ما هي معايير التقييم التي اتخذتها الهيئة العليا في تقييم الكوادر وأعضاء الفروع؟ لا شيء. ليس لا شيء. لا تعرف ما هي الأعمال التي كلفوا بها ثم قيموا عليها؟ طب هل كلفتم بأعمال؟ إلى الآن أنا كأمين عام مساعد ما أعرف ما هو العمل، يعني عندنا يعني طيلة 6 أشهر كنت تتعامل مع حزب الرشاد وأنت لا تعرف ما هي التوصيف، أو بمعنى ما هي الأعمال الموكلة إليك طيلة هذه الفترة؟ أنا أقول لك، هم اقتصر نشاطهم في الفترة الأخيرة على مجرد الاتصال عن التنسيب. طيب قد لا نظلم مثلا يا أستاذ فتحي، لا نظلم حزب الرشاد أو اتحاد الرشاد، لماذا لا يكون أن الفترة التي مريتم بها هي أصلا كانت فترة تعيش من الزخم، الفوضى، ما صنع الحوثي في البلاد ربما أوقف كل الأحزاب السياسية وليس حزب الرشاد فقط، هو خاصة في محافظة عمران. هو كان سابق، حزب الرشاد كان سابق بفترة يعني على الأحداث الأخيرة. نعم. فنحن نريد أن نقيم تلك الفترة، أما بعد 21 سبتمبر وسقوط اليمن فلا نقيم أي حزب، لأن الأحزاب سقوط اليمن، سقوط صنعاء هو سقوط اليمن وسقوط النظام السياسي، فلا نقيم أي حزب، بما ذلك الأحزاب العريقة التي لها يعني أكثر من 30 عام. طيب هل فعلا أستاذ فتحي، يعني أنا ربما أجريت أكثر من لقاء مع بعض القيادات العريقة في الحزب، للأسف لم أستطع أن أضع السؤال أو أصل إلى إجابة معينة فيما يخص أهداف حزب الرشاد. هل هو ما يدار في الساحة، ما تعلن في الشعارات من تطبيق الشريعة وغيرها؟ ما هي الأهداف التي وجهت لكم والسعي في تحقيقها مثلا على مستوى محافظة عمران؟ طبعا حزب الرشاد بشكل عام هو له أهداف، وهذه الأهداف اللي ذكرتها تحكيم الشريعة وغيرها هو من ضمن أهداف الحزب، لكن الواقع أن كل الأحزاب ليس حزب الرشاد فحسب، كل الأحزاب في هناك فجوة بين الأهداف التي تضعها وتسوقها للناس، نعم، وبين الواقع المشاهد. أكثر الأحزاب اليمنية للأسف الشديد ليس حزب الرشاد الذي لم يمر عليه إلا سنوات، نحن نتكلم على أحزاب عريقة، نعم، ووصلت إلى قمة كالإصلاح والمؤتمر، نعم، وغيرها من الأحزاب تجدها. لا نقول لك الأصلاح، لأنه يقال المؤتمر مثلا ما يدعوش أنه حزب إسلامي، مع أنه قد ربما لا نجد فرق بينه وبين بقية الأحزاب حاليا. نعم، لكن نحن في الأصل المجتمع هو مسلم في نهاية نعم، المطاف، نعم، هو مسلم. وهذه التسمية أصلا أنا لي وجهة نظر عليها، أن نسمي هناك حزب إسلامي وحزب غير إسلامي، بمعنى أننا نصنف الناس على دينهم. يا أخي العزيز، تكفيري. نظرتي أنا كفرد من أفراد اليمن أن الأحزاب بشكل عام تجمعها المصالح وليس القيم. تجمعها المصالح وليس القيم، بمعنى حتى وإن تعارضت المصالح مع شرع الله؟ لا، لكن ستلزم الأحزاب أن تحتال على شرع الله لتمشي أهدافها. مثلا هنا عندما أتكلم على سياسة أمريكا العدائية في اليمن مثلا، هذا واجب شرعي، ولكنني غدا كأمين عام مساعد أدعى إلى السفارة الأمريكية وأبقى مع السفير. كيف ستكون نظرة الناس
والمواطنين إلي، وأنا طيب أتكلم باسم الإسلام. لكن هنا يجب أن نفصل بين العمل السياسي وبين العمل الدعوي. الدليل على ذلك، تروح تدعو على الإسلام دعني أوصل لك رسالة. هل اتحاد الرشاد اليمني زاد نشاطه الدعوي بعد أن تشكل أم خف؟ خف كما يقول. أنت كمواطن عندما تذهب إلى المساجد كم عدد خطباء الرشاد؟ بالعكس، الأحزاب بشكل عام حتى وإن بدأت بمسمى إسلامي في نهاية المطاف تتحول إلى حزب جاف. حزب جاف بمعنى أنه تبتعد عن تلك الروحانية وتلك الحلقات التي كانت تربي عليها كوادرها، وتتحول إلى حزب سياسي بحت، فتنظر منظور المصالح لا أقل ولا أكثر حتى وإن ادعت ما ادعت من الأهداف. هل هذا كان موجود في حزب الرشاد؟ حزب الرشاد هو ناشئ، واعتقد أننا لا نستطيع أن نقيمه في هذه الفترة القصيرة. لكن أنت بنيت هذه النظرة، عندي قناعة، بنيت هذه النظرة من حزب الرشاد أم من حزب آخر؟ بنيتها من كل الأحزاب الإسلامية التي رأيناها على الساحة، بما فيها حزب الرشاد، بما فيها حزب الرشاد، إلا أن هذه المرحلة القادمة تغير شيء من سياساته. الكثير قد ربما المشاهد أو ربما أحد المشاهدين من قيادة الحزب قد يقول هل هذا قد يكون من الأستاذ فتحي أنه مجرد تحامل لأنهم أقيلوا بدون استئذانهم؟ بالعكس، أنا طالبت كثير في منشوراتنا، وكان لدينا صفحة يعني مجموعة على الواتساب بما فيها رئيس الرشاد والهيئة العليا والأمين العام، وكنا نطالب بهذه المطالب. يعني الرشاد يدير الحزب من مجموعة في الواتساب؟ هم وضعوا مجموعة في الواتساب على أساس تناقش القضايا. وأنا أقول لك بصدق طالما ونحن بدون مجاملة، لقد وجدت أنا كأمين عام مساعد في اتحاد الرشاد قيود في هذه المجموعة ما لم أجده في غيرها. سنأتي إلى حرية الرأي داخل حزب الرشاد، وربما قد تكون حرية الرأي التي سمعت من الكثيرين من أعضاء الحزب، وربما سأذكرها هنا، أن أحد ضيوفي اعتذر لأنه لم يؤذن له للحضور إلى هذه الحلقة. هل فعلا تعطى لكم الحرية في التصرف مع الإعلام قبل ذلك أم أنكم مقيدون؟ باختصار، مقيدون. لو كنت ما زلت أمين عاما مساعدا لعمران لما حضرت إليك أبدا إلا بموافقة. لماذا؟ هذه توجيهات الحزب، واعتقد أي حزب يعني من الأحزاب التي تتبنى رؤية أنها يعني يكون لها. طيب يا أخي، إذا كان هذا الحزب لا زال ناشئ، أنا التقيت مع ربما أغلب الناطقين الرسمي للأحزاب بدون أن يتم في هذا البروتوكول الذي ربما قد يكون تقييدا أو إسقاطا لبعض الإجابات أكثر من كونه في الأخير إذن، مجرد إذن. يعني الأحزاب السياسية بشكل عام سواء في اليمن أو في غيرها تضفي هالة من القداسة على قياداتها، وهذه الهالة من القداسة للأسف الشديد هي من تضع القيود. ولو دخلت في حوارات هذا الحزب وغيره لوجدت العجب. لو تنتقد بأي كلمة، وهذه دائما نقولها، لماذا نحن نخاف الآن؟ يعني أنا وغيري لماذا نتخوف من بدأنا نتخوف من العمل السياسي الإسلامي؟ بدأنا نتخوف لهذا السبب، أن هناك قيود وضوابط توضع على الفرد سواء كان قيادي أو حتى من القواعد، وإذا خالفها ربما يعاقب. وكما قلت لك سابقا. طيب في سؤال أستاذ فتح ربما قد يتبادر إلى ذهن المشاهد الذي يشاهدنا الآن، يقول ماذا يخاف الرشاد إذن، أو ماذا يخاف الأحزاب بشكل عام؟ أنا لا أتكلم عن الرشاد، ربما وجدت هذا الأغلب في الرشاد أكثر من غيره. لماذا يخاف إذن من أن يظهر شخص ما فيتكلم بأمر ما؟ هل هنالك أشياء لا تريدون أن تطفو للسطح أو يراها المشاهد أو يستمع عليها الآخرون مثلا بشكل عام؟ هو ليس هذا، لكن أنا تجربتي في حزب الرشاد ربما أننا ما زلنا في بداية المشوار ولسنا مؤهلين بصدق، يعني ليس عندنا كوادر مؤهلة كبرى تستطيع أن تزاحم الأحزاب سواء في مجال الإعلام أو في مجال التنافس السياسي أو في غيرها. نعم، كان لنا قيادات قوية كالشيخ العامري والحميقاني وغيرهم والسيد حسن الزومي، وكانت لهم رؤى قوية، ونحن لا نهضم حقهم، فلقد كانت لهم رؤى من أجمل الرؤى في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. سواء في قضية صعدة أو في قضية الجنوب أو في غيرها من القضايا. كان لهم أيضا موقف في القضايا المتعلقة بالشريعة وما الشريعة وما إلى ذلك. لكن نحن نقيم كأداء سياسي على أرض الواقع، لا نقيم على لأن الآن للأسف الشديد أن الأحزاب السياسية الآن الموجودة على الساحة تقيم بناء على مواقف قياداتها، بينما الساحة العريضة في الواقع لا يلتفت إليها. هناك الآن فجوة، وهذا الكلام قد أقوله أنا ولست إلا مواطن عاديا ألامس هموم الناس واحتك بالناس. هناك فجوة كبيرة
بين قيادات الأحزاب وبين قواعدها. يعني ما الذي يسد مثل هذه الفجوات لو اعتبرنا أنك تقدم نصيحة لمثل هذه الأحزاب؟ أتمنى أن يستفيدوا من تجربة عبد الملك الحوثي في هذا المجال. أنا لست مع يظهروا الشعار. لماذا؟ يظهروا الشعار وينادوا الناس؟ لا، ليس هذا أقصد. نحن نتكلم عن جوانب. الجانب الأهم في هذا تواصل القيادة مع القاعدة. عندما يأتي عبد الملك الحوثي فيتكلم كل أسبوع في خطاب إعلامي من على قناة المسيرة ويخاطب أفراده وقواعده وقياداته وجميع أعضائه وهم في الشوارع يشوفونه. ربما غير كثير من الناس لا يستمعون إليه بحكم الخلاف السياسي الموجود. نعم. لكن هذا الخطاب هو عبارة عن شحن وعن ربط القاعدة بالقيادة، وهذا ما نفتقره في جميع قيادات الأحزاب. إذا كنت أنا أقول لك الآن الإصلاح كحزب إسلامي عريق وهو نموذج للأحزاب الإسلامية، الإخوان المسلمين على مستوى الوطن العربي، ألا تحس أن هناك فجوة بين قياداته وقواعده؟ ألا مؤخرا نعم. نعم. ألا ترى أن محمد اليدومي ومحمد قحطان يتحاورون في موفنبيك وكوادرهم في الساحات يخرجون بالمظاهرات؟ ربما قد تكون نفس الحركة اللي فعلوها زمان، يعني في 2011 رجل في الحوار ورجل في الشارع، وبعدين إذا سبرت هذه احنا معاهم وإذا أصلحت هذه. طيب هذه تعتبر قاصمة الظهر. لماذا؟ عندما تحمل شعار حزبك 30 عاما وتفتخر به، ثم يأتي يوم من الأيام وتروح في نفس هدف الحزب بطريق آخر. أعتقد أن هذه فجوة بين القاعدة والقيادة، بل ستكون هناك يعني انفصام في شخصية الفرد قبل أن تكون فجوة. في حرية الرأي داخل حزب الرشاد، وكيف تعاطى حزب الرشاد مع ما حدث في عمران، كيف تعامل على مستوى فرع عمران، ممكن نناقشه بعد الفاصل. أستاذ فتح، فاصل قصير ثم نعود إلى حوارنا الشيق مع الأستاذ فتح السفياني الأمين العام المساعد لحزب الرشاد، فابقوا معنا.